سلام الله عليكم. أمن طنجة يسابق الزمن للكشف لغز مقتل طالب جامعي ذبحا. تعكف مصالح الأمن بولاية أمن طنجة منذ ساعات صباح الأولى من يومه السبت لكشف ملابسات جريمة قتل عقب عثور على جثمان طالب جامعي وسط شقة يكتريها بحي مساسنة بمدينة طنجة. ووفقا لمعطيات أولية فإن الجريمة الشنيعة وقعت بإقامة الحديقة السكنية بحي مساسنة بطنجة بعد عثور على طالب جامعي ذو 19 سنة وهو في السنة الرابعة بكلية العلوم والتقنيات بطنجة. هو مذبوح وسط غرفة الشقة التي كان يكتريها بمفرده. وفقا لما ذكرته مصادر خاصة فإن أسرة الطالب الذي ينحدر من مدينة العرائش هي التي أبلغت بالجريمة حينما قدمت من العرائش لزيارة الضحية واستفسار عن أسباب عدم رده على اتصالاتها منذ مساء يوم أمس الجمعة. وقد أمرت النيابة العامة بطنجة بالتحقيق العاجل لمعرفة ملابسات وقوع الجريمة التي هزت حي مساسنة بطنجة، حيث حلت عناصر الشرطة العلمية بمكان الحادث وجرى نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى دكتوفار بطنجة. ومشيت بلا ما تقول لي بسلامة وما شفتو شي مسكين حبيبي وانا بس كان ذنبي ابص جنب الاقي مني كان همني وبيخونوني. شنو عندكم في الحومه؟ هوت من الدار كنشوفها شنو جبرت هنايا. حنا الضحيه هذه غتوقع دائما ماشي غير اليوم، راه عندنا هاد العمارات عامري بالطلبه دخل خرج وكنشوفهم بعيني وما نقدرش نهضر. علاش غادي نهضر؟ باش مشكل غادي ما كاين لا عساس، كاينه كاميرا دابا الا كاين شي كاميرا هنا جبدوها لنا شنو كدير لنا؟ كتبين غير بوله حمراء. دابا الا كنا بغينا نشوفوا هاد الناس بعد اللي خلصت عامين ديال السنديك وكيقول كاين سنديك، اين هو العساس؟ اين هي الكاميرا؟ هذا المشكل دابا حاليا قول السلطه تصرف، قول لا تاخذ لنا الحق ديالها. غير هذا المنتف اللي وقع باش يجي الانسان طالب، شكون اللي كيدخل عنده، شكون اللي كيخرج، شكون اللي هادي، شكون هادي. جيب لنا هذه الكاميرا شنو فيها؟ عامين الناس كيطلبوا فلوسهم والو، العسه والو، الحراسه والو. انا العماره ديالي حاليا يلا نمشيو ليها دابا نسولوا شحال فيها من كريم من طالب وطالبه. والفساد والجوانات كيضربوا والكوارو كنشوف بعيني في الباركوات، ما نقدروش نهضروا. عاد كنتمنوا نديروا السنديك ديالنا، والسنديك ديالنا بواحد الصعوبه باش يعطينا هو السنديك.